السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال، يا رب كده دايما في صحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طبق كبدة جميل جدا جدا، هيعجبكم وطعمه تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقة دي. اول حاجة نقول بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. جبت الطاسة بتاعتي ونزلت فيها بمعلقة من الدهنة اللي بتبقى مع اللحمة، عشان في ناس مش بتبقى عارفاها. تمام. حطيت بقى بصلايه كده محترمه او بصلتين على حسب الكميه بتاعتك. تمام. ونزلت كده قعدت اقلب فيهم، افضل اقلب في البصله بتاعتي لحد لما تدبل. انا رشيت عليها رشه بسيطه خالص من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود في الاول ما نزلت بيها، علشان ريحه الفلفل الاسود مع البصل بتبقى جميله قوي. بصوا بقى، انا هنا كده نزلت بفص توم وقلبته كويس مع البصل. لما دبل كمان نقلت البصل والثوم في طبق تاني، وسخنت الطاسة كويس جدا جدا، ونزلت كده بالكبدة بتاعتي. حطيت فيها معلقتين زيت ونزلت بنص كمية الكبدة. الطاسة بتاعتك لو كبيرة انزلي بكمية الكبدة بتاعتك كلها، اما انا الطاسة بتاعتي عشان صغيرة مش عايزاها تبرد معايا لما انزل بالكبدة كلها. اول بقى ما الاقي الكبده بتاعتي بدات ان هي تتشمع وتاخد لون كده ولونها يغير، تقلبيها. بس اول ما تنزلي بيها اوعي تقلبيها علشان ما تتهريش معاكي. تقلبيها اول ما تحسي ان هي بدات لونها يغير. تمام. هتقلبيها كده، الكبده مش بتاخد وقت خالص لحد ما تلاقي لونها كله بقى زي بعضه وغيرت لونها كلها. بصوا بقى، في ثواني الكبده دي، في ثواني. شايفين هي الكبدة هنا غيرت طبعا لونها كله. فنزلت بقى بالبصل تاني، وجبت قرنين كده فلفل، نزلت بيهم وهقلبهم كلهم مع بعض. عايزة اقول لكم الكبدة يعني 4-5 دقايق بتكون جاهزة معاكي، وسريعة جدا، اكلة منقذة وسريعة ومغذية، حلوة قوي قوي، طعمها كان لذيذ تحفة. بصوا بقى، انا هنا نزلت بالتوابل بتاعتي، رشة كده من الفلفل الاسود والكمون والشطة دي طبعا زي ما انت عايزة، ممكن ما تحطيش خالص، ممكن تزودي، ورشة ملح، ظبطي الملح بتاعك. هقلب بقى الخضار اللي انا حطيته مع الكبدة تقلبتين 3، مش اكتر من كده، علشان بس كل الخضار والكبدة ياخد من بعضه. شايفين بقى؟ فظيعة فظيعة فظيعة. ياريت بقى لو أول مرة يزورني في القناة ما ينساش يضغط اشتراك، كمان يفعل زر الجرس على الكل، كمان يضغط لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد والقناة تكبر بيكم. قلبت كده الكبدة بتاعتي تقلبتين وخلاص، هطفي النار. الطبق بتاعي بقى جاهز. زي ما قلت لكم ما تسيبوش الكبدة ياما على النار، علشان كل ما بتسيبيها ممكن تنشف معاكي ويبقى طعمها مش حلو. وهي اول ما بتغير كده خلاص بتبقى جاهزة معاكي، تنزلي بالخضار وتقلبيه تقلبتين والتوابل وخلاص على كده. ادي الطبق بتاعنا بقى جاهز، في ثواني كان جاهز معانا. شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر، كان تحفة، بالهنا والشفا.